السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عبده ورسوله، أما بعد. أول حاجة نصلي على النبي كتير 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 في الكومنتات. لو مش عامل اشتراك اعمل اشتراك ولايك وشير الفيديو دوت، عشان تعالوا نبدأ مع بعضينا النحو من الصفر. النحو من الصفر بإذن الله هتستفيدوا معايا. الجزء الأول النحو من الصفر وتأسيس النحو. تمام. تعالى هنقول أول قسم وهقول لكم خريطة كده للأعراب. خريطة للأعراب إن الكلمة فيها نوعين. الكلمة فيها نوعين، لا فعل لا اسم. لا فعل لا ايه لا اسم. تمام، ركز معايا في الكلام. الكلمة لا فعل لا اسم. طيب تعالوا الاسم تفهم من المعنى. تفهم من المعنى وتحدد موقع الاسم من المعنى، والمعنى دوت هيحدد لنا موقع الاسم. طيب الاسم ليه 3 انواع. الاسم يا اخواتي ليه 3 انواع. واول نوع مرفوعات منصوبات ومجرورات. مرفوعات منصوبات مجرورات. طيب تعالوا نحكي عن المرفوعات زي ايه، والمنصوبات زي ايه، والمجرورات اللي هنحط تحتها جر زي ايه. المرفوعات المبتدا والخبر. ركز معي، المرفوعات المبتدا والخبر اللي نحط لها ضمه نقول لها دي مرفوعه لما ترفع الضمه. المبتدا او الخبر، اسم كان واخواتها، اسم الفاعل افعال المقارنه، خبر ان واخواتها، خبر لا نافيه للجنس، الفاعل نائب الفاعل التابع المرفوع زي النعت والعطف والبدل والتوكيد. والبدل هو ايه والتوكيد. يبقى المرفوعات الاسم او المبتدا، اسم كان واخواتها، اسم افعال المقاربه، خبر ان واخواتها، خبر لا النافيه للجنس، والفعل ونائب الفاعل والتابع للمرفوع اللي هو النعت والعطف والبدل والتوكيد. تعالوا معايا وخش على المنصوبات. المفاعيل زي مفعول به ومفعول مطلق ومفعول لاجل ومفعول معه ومفعول فيه والظرف اللي هو الظرف. بعد كده الحال والمستثنى والمنادى والتمييز وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها واسم الله النافية للجنس والتابع للمنصوبات. يبقى المنصوبات المفاعيل زي مفعول به مفعول مطلق مفعول لاجل ومفعول معه والظرف. الحال والمستثنى والمنادى والتمييز وخبر كان واخواتها واسم ان واخواتها واسم الله النافية للجنس والتابع للمنصوب. اما المجرورات، المجرور حرف الجر، المجرور بالاضافة اللي هو المضاف اليه، والتابع للمجرور زي النعت والعطف والتوكيد والبدل. النعت والعطف والتوكيد والبدل. طيب اما الاسماء المبنية تعرب الاسم المبني في محل رفع او نصب او جر. اسم المبني تعرب اسم مبني في محل رفع او نصب او جر. طب تعالوا نخش على الجزء الثاني وهو الفعل. الجزء الثاني وهو الفعل. الفعل في ماضي امر مضارع، مضارع امر ماضي. طيب المضارع فيه نوعين. المضارع فيه نوعين وهو معرب ومبني. المعرب قد يكون مجزوما وقد يكون منصوبا وقد يكون مرفوعا. طيب امتى يكون الفعل ده فعل مضارع معرب مجزوم؟ اول حاجة اذا سبقته جازم، تاني اذا سبقته أداة شرط جازمة، أو وقع في جواب الطلب، أو وقع في جواب الطلب. الحكايات دي كلها لو مش فاهمها هنفهمها فيما بعد. أما إمتى يكون منصوب؟ إذا سبق في أداة النصب، أداة من أدوات النصب. المرفوع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. طيب إمتى الفعل المضارع؟ امتى الفعل المضارع يكون مبني؟ امتى الفعل المضارع يكون مبني؟ امتى الفعل المضارع، ركز معاي، يكون مبني؟
في حالتين، يكون مبني على الفتح ويكون مبني على السكون. طب يكون مبني على الفتح امتى؟ إذا اتصل به نون التوكيد، إذا اتصل به نون التوكيد، زي والله لا ينتصر الحق، والله لا ينتصر الحق. طب امتى يكون مع السكون؟ إذا اتصلت به نون النسوة، الطالبان يكتبن الدرس، الطالبان يكتبن الدرس. تمام كده احنا عرفنا أول